أنا كنت عايزك يعني في موضوع كل ما اجي اتكلم معاك فيه قلبي بيترعش وما بقدرش انطق. ايه هو؟ ما تقول. خايف يعني لا تكسفيني. لا مش هكسفك، قول. اقول بجد؟ ايوه قول بجد بقى. كنت عايزك تتوسطي لي عند سامي يعني عشان توافق انها تتجوزني. بالذمة انت عندك دم انت؟ لا بس عندي شك. البنت كرفتك بدل المرة مليون وانت مفيش فايدة برضه عايز ترتبط بيها، ما عندكش اي دم، وعايزني ايه؟ انا اللي اتوسط لك يا نوح. يا بنتي ما عنديش اخ كبير. اخ كبير؟ اخ كبير؟ هو انا ايه؟ مفيش؟ انت ابيض مش شايف خالص يعني؟ ما انا يا ابني بنت زي كل البنات، الاخ قال. انثى؟ ده انت ارجل مني. صح معاك حق، انا ارجل منك، والمفروض بقى اوريك المرجله اللي على حق. امشي يالا من هنا يالا. مخبوره صح على ان محمود على اللي يتجوزك. فيش والله لو عملت اللي. شكرا. قفلي. ماشي يا عم الجنزير. هذا هنا. ما انت جاتلك فلوس كتير اهو. عشان مبقاش ليكي حجه بقى. اقول لك ما تروحيش الكباري تاني تيجي تسمعي الكلام. وانا اروح ليه طالما في فلوس؟ بس انا بزهق من قعده البيت. خلاص يا حبيبتي تعالي نخرج، تعالي نروح ديسكو نروح كباري. لا بلاش موضوع الكباري ده، نروح بابا. يا اخويا الليل مقدور عليه، انا بزهق من النهار اللي انا معرفوش لما بتسيبني وتروح الجامعه. طب عايزين اعمل لك ايه يعني؟ خدني معاك. اخدك معايا فين؟ في الجامعه. تاني؟ مش كفايه كنت تفضحينا المره اللي فاتت؟ ليه يا اخويا؟ جربه ولا جربه؟ ده انت تتشرف بيا في ايها مطرح. خلاص يا ستي هاخدك معايا، بس بلاش موضوع اقتصاد وعلوم سياسيه اللي انت بتقوليها دي. لو زنقت معاكي قوي بقولي اداب. لا اداب لا، نمشيها الدب. انا قلت لهيفا لا يمكن واحده في مصر كلها تاخد مكانك يا هيفا الا العسل بتاعي ياسمين الحلوه. يخرب بيت عقلك، انت قلت لها كده؟ دي زمانها ولعت. اوف كورس قلت لها طبعا الكلام ده، لدرجه انا حسيت ان وشها ده جاب كل الالوان، وحسيت كمان ان الدخان طالع من ودانها زي افلام الكرتون. يخرب بيت عقلك، ده انت طلعت راجل مسخره. ويا ترى الحفله دي فين؟ في نادي الجزيره ان شاء الله. مين معانا؟ هو الحقيقه لسه ما استقرناش على الاسماء، بس معانا ان شاء الله مصطفى قمر، فرقه واما، وبنتين صغيرين كده عسل زي العسل الصغنن اللي قاعد معايا ده. دي هتبقى حفله جامده موت على فكره وسخنه قوي. طبعا. معقوله انا هجيبك في حاجه واقعه يا حبيبتي؟ يا ايه؟ حبيبتي. حبيبتك؟ اه. انا اخش حمام. بقول لك ايه، ما تنساش تسلم لنا على مدير مصلحه المجاري. ميرسي يا حبيب قلبي. الله يخليك يا جميل انت.
يا مسجد انت بجد طلعت مسخره. طب ايه رايك بقى؟ انا هقول لك نكته احسن من الاول بس قبيحه شويه. طيب نتكلم في الشغل يا غالي. قوي قوي يا اخويا، نتكلم في الشغل. اقعد. هتدفعوا كام في الحفله دي؟ اللي تؤمر بيه النجمه الصغيره بتاعتي. حبيبي. النجمه الصغيره عايزه 200,000 جنيه في الحفله. نعم. ده مبلغ كبير بصراحه، انا ما اقدرش ادفعه. هو ده اللي عندنا يا برنس. بيبي بي كول، الامور ما بتتاخدش بالشكل ده. كل ايه وبيبي؟ احنا متفقين على الكتاكيت، يعني المفروض الباشا يجي يبرز وينجز. ايوه بس الكلام ما بيبقاش بالشكل ده. والله هو ده اللي عندنا، واذا كان عاجبك ولو مش عاجبني فعلا مش ممكن نتفاوض؟ يبقى ما يلزمكش يا غالي. يلا يلا بينا. جرى يا ياسمينة، ولا جاي هنا عشان تهزقيني يعني ولا ايه؟ انا اسفه هكلمك بعدين. اسف على ايه؟ يلا في ايه؟ يلا بينا بقول لك يلا. بايدي. سلام يا بكابورت المجاري. مع السلامه يا خفه. طيب مساء الفل يا زينب. مساء الخير يا اخويا. ده طلعت فين؟ اهو قاعد جوه. تعال. الله، جرى يا عم طلعت؟ انت تفضل قاعد كده على الكنبه وحاطط الطبق قدامك، في ايه يا عم؟ احنا مبقاش شغل ولا مشغله ولا ايه؟ عايزين نوزع حته البضاعه اللي عندك ونخلص منها، ولا انت عجبتك قعده البيت؟ الايد البطاله نكسب. حيلك حيلك حيلك، داخل سخر كده ليه؟ وبعدين اسمها الحته الصغيره اللي عندك، وانا يابا مش شغال، مش هبيعها لك لاني مش فاضي اصلا. انت بقى صرفها. الله 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 الله، وصلت لصرافه ومش فاضي؟ وراك ايه يا حبيبي؟ ورايا العسل، ورايا قلب القلب. هاخد زينة القلوب واطلع على شرم الشيخ. وحياة النبي بجد يا وعهد الله يا زينة. يا حبيبي. انت بس حضري لي نفسك كده، وكل لبس شرم الشيخ اللي انا جبتهولك تاخديهولنا معانا. إلهي يا رب ربنا يخليك ليا يا طلعتي يا حبيبي. يا شرم الشيخ بقت كده، كل من هب ودب يروح شرم الشيخ، سبحانه مغير الاحوال. والمصاريف دي بقى فالح هتجيبها منين؟ هب ودب. اه انت كده بقى يا عموم ما تعرفش مين طلعت. انا لافف سيجاره بن، حاسس ان دماغي بتاكلني. لؤي قولي يا حبيبتي. حبيبي ما توافق على موضوع الغنى ده؟ تاني يا سوسو؟ اهي سبوبه ومصلحه الواحد يقلب فيها عيشه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقفلناه، وانا ما عنديش سبب افتحه تاني، فاهمه؟ انت ليه كبت معنوياتي ومحطم طموحاتي كده؟ يعني هما اللي بيغنوا احلى مني. بقول لك يا بت، ما تخلينيش اقول كلمه قبيحه بقى. ما تقول يا اخويا وانا هتكسف. ما تعيشليش في الدور وتعملي لي فيها ام كلثوم. وبعدين انا سامع صوتك وانت بتغني فين؟ في الحمام. بذمتك انت ده الصوت؟ ده الصوت؟ سم كيزه. امي. الو. ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبتي، الحمد لله كويس. لا بس مش فاضي دلوقتي. طب خلاص اخلص شويه حاجات واجيلك. ماشي يا ماما، اوكي. باي باي. اهلا اهلا يا سيادة اللواء. اخبار معاليك ايه؟ وحشني كتير والله. سيادتك عارف بقى الشغل والحزب والبرلمان. لا 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 اكيد قريب. انا بس قلت اكلم سعادتك عشان جات لي معلومات ان في شحنة مخدرات هتخش البلد، وقلت ابلغ سعادتك شخصيا عشان تتخذ اجراءات فورية وسريعة. اهدي بس يا حبيبتي، بس هظبط الامور واجيلك. اسلم الحاجه اللي في ايديا دي وهبقى زي الفل، ما تقلقيش. خلاص بقى اهدي الله. اقفلي دلوقتي. واقف كده ليه؟ يا باشا في ايه؟ فتش الموتوسيكل. يا باشا انا عملت ايه يا الله؟ اديني بتاعتك يالا. حاضر يا باشا حاضر. يلا بسرعة. راحه شويه يا باشا. حاضر اهي. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا في ايه يا الله؟ ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا مستغربين انا جمعتكم ليه النهارده. انتوا بشغلكم معايا ده هتتنغنغوا. الملف ده فيه صور ومعلومات وخريطه لمتحف صغير قوي في الجيزه. المتحف ده مش مهم خالص، انما في لوحه تقدر بملايين وموجوده في متحف حقير
معلوش اي حراسه. ايوه بس الحوار ده يخصنا فيها غالي. انا بقى عايزكم تجيبوا لي اللوحه دي. ايه؟ عايزنا نسرق يعني؟ ومش اي سرقه، ده عايزنا نسرق متحف، يعني عايزنا نسرق الحكومه. الكلام ده على مسيرة انه يحصل، وانا بقول هيحصل يعني هيحصل. واحنا مش بنعمل بتلف في سجي. يا ابني انت يا ابني ما ينفعش تتكلم بالطريقه دي هنا. معلش يا باشا، اللي ما يعرفك يجهلك، وده لسه قفل، لسه جاي من الصعيد. ايه يا عم طلعت اللي انت بتقوله ده؟ احنا محدش بيدينا اوامر اصلا. وبعدين يكون في علمك احنا مش حراميه زي ما انت فاكر، احنا طلبه محترمين وولاد ناس، وولاد ناس قوي كمان. انتوا عارفين انتوا هتكسبوا كام من العمليه دي؟ 1,000,000 جنيه. والله لو هناخد كنوز الدنيا لا يمكن نسرق اثار بلدنا. بص يا كبير، احنا محدش يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، مش كده ولا ايه؟ صح. واضح انكم نسيتوا نفسكم. على العموم انتوا لازم تعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين وبتقولوا ايه، ولا ايه يا طلعت؟ طبعا يا باشا، طبعا يا باشا. يلا بينا يا شباب، ملناش مكان هنا. يا جدعان انتوا سامعين بيقول كام؟ ده بيقول 1,000,000 جنيه. انا قلت ملناش مكان هنا. يا الواد وسع. خالد انت عارف. معلش يا باشا، حقك عليا يا باشا، هيكون عندك رد قريب جدا معاك. يا جدعان تعالوا استنوا، رايحين على فين؟ بص يا طلعت احنا مش هنسرق. يا ابني ده عايزنا نسرق الحكومه، عارف يعني ايه نسرق الحكومه؟ يعني هنتحبس وش. يا غبي انت ما شفتش شكل الراجل عامل ازاي؟ ده هو ده الحكومه. يا جماعه احنا لما فكرنا نسرق كنا بنسرق الاغنياء عشان ندوا الفقراء، كنا بننتجموا من اللي سرقونا وسرقوا مال البلد. حلو قوي يا حبيبي اللغه دي. بص بقى، انا اللي اعرفه ان اللي يمشي في الحرام ما ينقيش، وبعدين دي لوحه يا جماعه. بص يا ابني، اللوحه دي مال عام بتاعت البلد، واحنا الشعب، يعني كده احنا بنسرق نفسينا، ما احنا بنسرق البلد، مش كده ولا ايه؟ بلد ايه يا ابو بلد؟ وهي كانت عملت لنا ايه البلد؟ يا جماعه كل واحد مننا عارف مصلحته كويس، وانتوا عارفين اننا محتاجين فلوس دلوقتي حالا. دي لوحه. انسى يا طلعت، انا ماليش في العمليه دي عشان تبقى فاهم. وبعدين الراجل ده انا اصلا مش قابله، بيتعامل معانا يا اخي كاننا عبيد عنده، كاننا موظفين عنده، كاننا حد من رجالته. يا عم ده راجل مخبول يا عم. استنيش ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم انا بعمل كده عشان احنا الخمسه. يا جدعان انتوا ما تعرفوش لو ما سرقناش اللوحه دي ممكن الراجل ده يعمل فينا ايه؟ وبعدين نسرقها وبعد كده نتوب، نطلع نعمل عمره احنا الخمسه. انا مش لاعب معاكم، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، خدنا معاك يا لؤي. فاهمهم انت، فاهم؟ الولاد اللي خرجوا من هنا عارف اماكن الفلوس اللي خدوها؟ ايوه بص، احنا راقبناهم لحظه خروجهم من هنا ومحددين الاماكن اللي مخبين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا.